ليس بطرق اعتقاد قانونية، ضاربين بالقانون الدولي عرض الحائط، وكل هذا لأنه كان يدافع عن حقوق الشعب ومناهضة الاستبداد مطالبة بحرية الإنسان والمرأة. أرادوا سجن أفكاره وكسر إرادة الشعوب والهروب من حقيقة الواقع، إلا أنه من داخل عزلتهم ومن قلب جزيرتهم ومن عمق بحرهم سطعت شمس الحرية وانتشرت أفكاره الديمقراطية وعاشت الروح الإنسانية. أرادوا حجب شمسنا، ولكن هيهات كانت عصية عليهم وعلى أتباعهم، ومن كان حليفا لهم ومن مشى بظلهم باسم الشريفة الثورية والمرأة الشابة. نستنكر هذه المؤامرة الدينية الدنيئة وفي كل عام وفي كل لحظة، ونستنكر موقف منظمة الCVT التي تدعي إنها منظمة حقوق إنسانية، إلا وقد وضح موقفها وضوح الشمس. إنها عميلة للأنظمة الرأسمالية وعلى رأسهم دولة الاحتلال التركي، مطالبين بحرية القائد عبد الله أوجلان، ونقول لهم أننا بهويتنا الثورية ماضون في ثورتنا مع شعبنا وقواتنا، مجددين عهدنا ووعدنا إلى قائدنا ورفاقنا وشهدائنا أنهم لن يستطيعوا حجب شمسنا وطلعت المرأة الشابة والشبيبة. سوف نحمي مكتسبات شهدائنا ونحقق أهداف ثورتنا، وننشر الفكر الحر بكافة أصقاع العالم، ونحيي روح التآخي بين جميع المكونات والطوائف. فنحن من بدأ هذه الثورة، فكانت لنا البداية وسوف يكون لنا النصر في النهاية، لأنه من الصعب ضبط الشبيبة المتوجهة نحو الحرية. الحرية للقائد، المجد والخلود لشهدائنا، عاشت ثورة الشعوب، النصر لقوات سوريا الديمقراطية. الجرنية 18/2/2023.